مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفاتي. اليوم غادي نحضر معكم الكيكه الهشه اللي كنحضرها بالشوكولات، خفيفه ظريفه وكنوجدها كذلك خفا زربا. يعني ممكن توجدوها في الدقيقه 90، شي حاجه اللي كتجي زوينه شكلا ومذاقا. وحتى المقادير ديالها على ما اظن غادي يكونوا كيتوفروا عندك سيداتي. يلا هي جيبي المقادير وحطيهم قدامي ويلا هي نحضروا الكيكه. ما تمشيو فين، خليكم معايا. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نجيب المقادير ديال الكيكه، غادي نحطهم هنا قدامي وغادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا. هنايا اول حاجه غادي نحتاج 4 ديال البيضات. هنايا غادي ندير المول يعني كاري اولا مربع، ممكن نتوما تستعملوا المول اللي بغيتو. صافي هنايا انا غادي نحط البيض والخماره والدقيق وغادي نبدا نحضر معكم هاد الكيكه. الفران ديالي دائما حتى كنكون تقريبا 4 ديال الدقائق باش صافي على الانتهاء ديال الكيكه. عاد كنكون شعلت على الفران من التحت حتى كطلع ليا الكيكه وكنشم الرائحه ديالها، عاد كنشعلها الفوق باش كتحمر. خليكم معايا نحط المقادير ديالي وندور الكاميرا ونرجع لكم. كما تابعتوا معايا في الاول، اليوم غادي نحضر معكم كيكه اللي كتجي رائعه بمذاق القرفه والشوكولات. يعني غادي تستغربوا على هاد جوج مكونات، ولكن صدقوني كتجي شي حاجه اللي طوب وغادي تعجبكم بزاف. يعني الكيك اليومي غادي نحتاجو له كالتالي. عندي هنا 200 غرام ديال الدقيق، دائما الدقيق على حسب السوائل، ممكن تاخذ لي اكثر او لا اقل. دائما في وسط الوصفه كنعطيكم يعني المقدار بالضبط. عندي 2 اكياس ديال الكاكاو المر، انا استعملت هذا اللي كيكون اكياس. الا بغيتو تعوضوه نتوما بواحد 3 المعالق ديال الكاكاو يكونوا هكا عامرين اللي كيكون كيتباع بالعبار. وكل ما بغيتو يعني المذاق يكون اكثر تزيدوا الكميه على حسب نتوما شنو بغيتو. عندي هنايا 3 ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نحتاج هنايا كاس ديال الزيت بهذا العبار هذا، وغادي نحتاج كاس ديال سنيده بنفس العبار اللي عبرت به هذا الزيت. عندي هنايا 5 ديال الحبات ديال البيض. الا كان عندكم نتوما البيض كبير غادي تستعملوا غير 4، انا في الاول ذكرت 4 ولكن جاني البيض يعني خاصني نزيد وحده زدتها. عندي هنايا نصف كاس ديال الماء العادي. عندي معلقه ديال القرفه، وعندي القليل ديال الملح اللي كنعززوا به المذاق باش كتجينا الكيكه ديالنا بنينه. صافي هنا غادي نبدا التحضير ديال هذه الكيكه وها نتوما معايا. صافي هنايا كما كتشوفوا درت الكاس ديال سنيده ودرت الكاس ديال الزيت مع الكاس ديال الماء. غادي نخلطهم جيدا حتى غادي يتجانسوا ليا جيدا. غادي نضيف الكاكاو وغادي نرجع معكم. صافي هنايا كما كتشوفوا زدت الكاكاو من بعد ما خدمت الزيت مع الماء. وبالنسبه للصلصه اللي غادي نسقي بها الكيكه ديالي غادي نقولها لكم في المرحله المواليه. دائما كنبغي نمشي معكم يعني بالخطوات باش تتبعوا الوصفه من الالف الى الياء وتكون ناجحه معكم. غادي نخدم هذه المكونات جيدا ونرجع باش نكمل معكم. صافي هنايا من بعد ما خلطت هاد المكونات يعني بالضبط غادي ناخذ منهم هاد الكميه هذه اللي غادي نحضر بها الصلصه. دابا يا غادي نزيد هنايا البيض، غادي نزيد حبه بحبه حتى نكمل الكميه ديال البيض. هكا كنشوفوا الا كانت شي وحده خاسره، انا دائما البيض كنكون محتفظه به في الثلاجه، غير هكا من باب الاحتياط كنديروا حبه بحبه. وها نتوما معايا. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نزيدوا حبه بحبه البيض حتى كندير البيض اللي عندي كامل. صافي هانتوما. وقبل ما كتبغيو تستعملوا كتخرجوه تقريبا بواحد هكا بواحد 8 ديال الدقائق من الثلاجه باش كياخذ لكم هكا الحراره ديال المطبخ. في هذه المرحله هذه نخدموا البيض جيدا، يعني ماشي هي نديروها وصافي نديروا وحده ونخدموا مزيان نعاودوا نديروا وحده اخرى حتى نكملوا الكميه ديال البيض بهذه الطريقه. وهانتوما معايا. هنايا كما كتشوفوا خدمت البيض ديالي جيدا. دابا غادي نزيد هنا المعلقه ديالي ديال القرفه، غادي نزيد هنايا الملحه، وغادي نضيف هنايا الاكياس هذه ديال الخميره. وبالنسبه بالنسبه سمحوا لي الدقيق غادي نديرو يعني ما ديش نديرو دفعه واحده باش هكا كنتحكم في القوام. كندير هكا شويه بشويه وكنخلط. بالنسبه للقوام ما خاصهاش تكون يعني خفيفه بزاف باش ما تهبط لكمش، ما خاصهاش تكون ثقيله. المهم غادي نوريكم انا القوام ديالها. على الاقل فاش تزيدوا هكا الدقيق يعني ديروا تقريبا واحد 8 ديال الدقائق وانتم كتخدموها حتى كتحسوا بالبيض اندمج جيدا. دائما هذا بالنسبه للدقيق راه كيكون عندي يعني هكايا يعني مغربل،
ودابا غادي نزيد الاكياس ديال الخميره وهانتوما معايا. صافي هنا الكيكه ديالي ها هي، شوفوا القوام ديالها مازال فاش غادي نخويها ان شاء الله في القالب غادي تشوفوا القوام ديالها بالضبط. ما خصهاش تجيكم خفيفه بزاف، ما خصهاش تجيكم ثقيله. انا استعملت هذا المول هذا، هنا درت بابي كويسو الورق ديال الزبده، ودهنت هكا بشويه ديال الزيت، ودهنت ورشيت الدقيق باش هكا نتفادى انها تلصق لي من الجوانب. بالنسبه للدقيق ها نتوما، هذا هو اللي بقى ليا من ديك 200 غرام تقريبا. هنايا بقاو ليا واحد 3 المعالق هكا كبار. صافي هنايا غادي نخوي هنايا الكيكه ديالي وها نتوما معايا. صافي هنايا انا غادي نخوي الكيكه، نتوما شوفوا القوام ديالها. صافي هنايا كنشعلها من التحت حتى كتنشم الرائحه ديال الكيكه، تقريبا كنشعلها على واحد 180 درجه، ومن بعد كنديرها هكا طيب من الفوق. غير ردوا بالكم هاد الكيكات هادو اللي كيكونوا بالشكلاط ما خاصهمش يعني ينشفوا بزاف. صافي هنايا غادي ندخلها للفران وها نتوما معايا. صافي كما كتشوفوا الكيكه ديالي هي من بعد ما طابت كنخليها هي كتدفى، كنتقبها هكا بواحد العود ديال الشوا. صافي وكنسقيها. غادي نخلط هاد الصلصه هذه اللي حضرت، غادي نخلطها بدانيط وغادي نسقي بها مزيان. راه كنكون يعني تكاها مزيان باش تخلى الصلصه من الداخل. صافي هنايا وغادي تشوفوها في الشكل ديالها النهائي. كما تابعتوا معايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم بالشوكولاط والقرفه، كتجي ولا اروع. مذاقات اللي كتجي يعني متجانسه مع بعضياتها. كنتمنى انكم تجربوها، فعلا كتستحق التجربه وشي حاجه اللي كتجي طوب ديال الطوب. الى عجبكم الفيديو ديالي كالعاده ما تنسونيش بالتعاليق المحفزه، اللايكات باش الفيديو يزيد يطلع، واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. ونخليكم مع الفيديو باش تشوفوا من بعد ما كنقطعها كيفاش كتجي. مع السلامه، الى فيديو جديد على قناتي.